فما أحد يأخذ رزقك في مكانك. والشاعر يقول: توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت تجهل عنوانه فرزقك يعرف عنوانك. إذا كنت لا تعرف أنت عنوانه فإن رزقك يعرف عنوانك وسيأتيك يطرق عليك الباب. وقد وقع هذا في تاريخنا. لذلك الشاعر الذي ذهب إلى الخليفة في دمشق، فلما دخل عليه قال: ماذا تريد؟ قال: وكان فقيرا ويسكن مكة، انتقل إلى دمشق. قال له: ألست الذي يقول جئت؟ قال: ما الذي جاء بك؟ قال: عندي قصيدة. هو يوري على أنه محتاج، يريد عطية من الخليفة وهدية وجائزة. فلما سمع الخليفة ذلك قال له: ألست الذي تقول لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني؟ قال له: أنت تقول هذا وأنت تفعل عكسه. تقول أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أنت جئت من مكة إلى دمشق تبحث عن الرزق، فكيف تقول إنه سيأتيني؟ فانكسر قلبه وتسلل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جايلكم في يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينور رضاكم. اهم حاجة كده يا ست الكل، استعيني بالله وصلي على النبي، وان شاء الله باذن الله ربنا يعينك على مهام يومك. اللهم صل على النبي بقى كده يا حبايب قلب اختكم. الكلام يعني المقطع ده كده كان يوم الجمعه، كان قبل ما اختي تمشي بيوم. زي ما انتوا عارفين كانت اختي ماشيه امبارح السبت، فانا طبعا بقى ايه زي ما كنت قايل لكم في الفيديو اللي فات، مسكت السجاده بتاعتي يوم الجمعه بعد الغدا، قلت اما اغسلها. كانت بقى مليانه صلصه كده، كنت عامله مكرونه بطماطم وفراخ ورز وغموس وكده. فاحمد ابني وهو بياكل لو تلاحظوا كده في الحته المفحوره دي مليانه بقى مكان المكرونه، احمد ابني دلق المكرونه كلها على السجاده. فخلصنا بقى كده غدا يوم الجمعه، وكانت اختي لسه معايا. اللهم صل على النبي. غسلت المواعين وشطبت المطبخ، وقمت جايه ايه شايله القعده كلها وغاسله بقى كده السجاده زي ما انتم شايفين. قلت عشان من هنا ليوم السبت بعد ما يمشوا ان شاء الله ابقى افرشها بقى وارص القعده. انا بسجل معاكم الفيديو ده النهارده لحد باذن الله، والفيديو هينزل معاكم لحد بامر الله. طبعا كنت السبت امبارح كنت رافعه معاكم الفيديو اللي كان قبل ده بتاع الغرف وكده اللي انا كنت عاملاه معاكم. فالمقطع بتاع غسيل السجاده ده لانها تقيله بتاخد لها يوم كامل على السطوح عشان خاطر تنشف كده وتتشمس. عشان انا عندي السجاده دي يا بنات لما بتدلق عليها حبه ميه حبه عصير اي حاجه بتعمل بصراحه ريحه مش لطيفه، لانها تقيله جدا جدا، يعني بلوه كده السجاده دي بلوه. فالله المستعان كده ما كانش عندي غير باهي واوكسي، حطيت كده شويه من ده وشويه من ده، وبدات بقى كده ان انا ادلق ميه ومسكتها. بصراحه ما غسلتش الا هي، لان كانت لسه اختي عندي وعيال اختي وكده، وكان البيت طبعا كان متبهدل في بعضه. فقلت انا مش هغسل غير دي بالاولويه، يعني دي بصراحه اللي محتاجه انها تتغسل، لان بقى اللي كان داخل وطالع عليها وقعدتنا كلها كانت فيها وزات وغطى بقى لما احمد ابني وقع عليها المكرونه، ووقع عليها ميه كم مره، كانت عامله ريحه كده مش لطيفه بصراحه، كانت مكمكمه. فقلت لا انا همسكها كده اغسلها، اللي يخليني اشيل القعده واحطها اشمسها، احط عليها حبه ميه كده واغسلها وانا واقفه في ثواني. ما خدتش بصراحه معايا حاجه. الله المستعان يا بنات، ربنا اللي بيعيننا وربنا اللي بيقدرنا، وربنا هو ان شاء الله باذن الله يحسن ما بين ايدينا بامر الله. انوي انت بس كده خير، واستعيني بالله يا قلب اختك، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك. دعوه كده من قلبكم لاختكم. حاسه كده ان انا الوزن نزلت لي خالص يا بنات، وحاسه ان عظمي كله كده متكسر. الدور ده كل شويه كده بيجيلي من وانا بنت في بيت اهلي يعني. فالحمد لله كده ربنا يسترها. دعواتكم ليا حبايب قلبي، ولكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يا رب كده يرضيكم ويرزقكم بكل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها. طبعا مسكتها برضو فصلت الكاميرا وفضلت اغسل فيها بقى براحتي كده. غسلتها غسله كده بقى زي الفل. والله انا كنت غسلاها من قريب، بس زي ما بقول لكم كده اللي حصل فيها ده اللي خلاني اضطر ان انا اغسلها. وشلت بقى الكفرات اللي بتبقى على القاعده من فوق كمان غسلتها ونشرتها عشان خاطر ايه افرش بقى القعده بتاعتي على نظافه. انا بقى فرشت القعده امتى يا بنات؟ امبارح يوم السبت بعد الفيديو اللي انا عملته معاكم، بس كنت ايه اخر النهار كده قلت لا احنا هنقعد تاني النهارده كده على الارض. ما بحبش اقعد عند الريسبشن، والريسبشن برضو بصراحه محتاج ترويقه كويسه. فده بقى الفيديو ده كده كان يوم الجمعه زي ما بقول لكم. زقيت بقى الميه بتاعتي كده كلها في الحمام عشان خاطر الحيطه اللي هي الطويله اللي جنب الجردل دي كانت مليانه اتساخات، وكانت بصراحه محتاجه انها تتغسل. فهزق الميه دي كده وهمسكها اغسلها.
مكان بقى ايد الاولاد ومكان بقى ايد الكبار، يعني بصراحه متبهدله. طبعا يا بنات لون الصاله دي مش كان اللون بتاع القعده بتاعتي دي، انا كان عندي قعده تانية غيرها نفس الالوان دي كده. فلما انا جددت القعده لسه ربنا ما اذنش بصراحه ان انا اجدد الدهان بتاع الصاله. فان شاء الله باذن الله كده واحده واحده ربنا يكرمنا كده ونحقق كل اللي احنا بنتمناه باذن الله. اوعي تستعجلي على حاجه يا قلب اختك، اهم حاجه كده تخلي عندك يقين بالله وربنا يرضيك وربنا يرزقك بكل حاجه انت بتتمنيها. اهم حاجه كده تقولي يا رب، ادعي ربنا كده وباذن الله ربنا هيعينك وهيقويك. جبت بقى حبه ميه وحطيت فيهم شويه مسحوق، وجبت الاسبونشه بتاعتي وبدات بقى ان انا اغسل الحيطه. انا عايزه اقول لكم ان كانت الحيطه فيها كميه اتساخ والله يا بنات فظيعه، بس ما كانتش باينه. وطبعا بقى مسكتها نزلت كل اللي فيها، كانت زي الفل كده. كانت الصالة جاهزة يومها على الفرش. حطيت كده فيها سجادة كانت قديمة عندي، وحطيت فيها كام مسند، وقعدنا بقى ليلتها لغاية تاني يوم ما اختي اتكلت على الله ومشيت. ربنا يا رب كده يصلح حالها واحوالها ويخلي لها عيالها يا رب، اللهم امين. ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق يا حبايب قلبي، ويجعل سعادة الدنيا تحت رجلكم وبين ايديكم يا رب، اللهم امين. ويا رب كده كل نفسه في ذريه ربنا يبعت له الذريه الصالحه اللي يملي عينه منها ويجعلها سند صالح ليه. ربنا يا رب كده يتقبل دعويه ليكم، ويجعل كل دعوه انا بدعها لكم من نصيبكم ويجعل لكم نصيب فيها. ويا رب يبعد عننا الناس المؤذيه، الناس الشر، ربنا ما يجمعنا بيهم لا صدفه ولا ميعاد. قولي امين يا قلب اختك. لو انت بقى لسه معايا كده لغايه دلوقتي في الفيديو، اوعي تنسي دعمك لاختك باللايك والاشتراك في القناه فضلا منك وليس امرا، وتضغطي بقى على زر الجرس عشان خاطر يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ولو بقى اي واحده حبيبه قلبي مش بيجي لها كده اشعار من الفيديو بتاعي لما بينزل، اعملي بقى يا حبيبه قلبي الغاء الاشتراك ورجعي اشتركي من اول وجديد. ومش تنسوا بقى حبايب قلبي كده تشيروا الفيديوهات. انا يمكن ما بقولكوش خالص تشيروا الفيديوهات، انا عارفه حبايب قلبي واصحابي مش بيحتاجوا ان انا اقول لهم على حاجه. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. يا ريت بقى كده تشيروا الفيديوهات لاصحابكم ولاخواتكم عشان خاطر كده ايه، قناتي لسه صغيره كده ومحتاجه تكبر بيكم ومعاكم باذن الله. وانا واثقه في ربنا وعشمي في ربنا كبير قوي يا بنات. واللي بيتعب وبيجتهد في حاجه ربنا بيرضيه منها، وبصوا بيجعل له فيها احسن حاجه باذن الله ان شاء الله. وبجد انا بتشكركم في الله على كومنتاتكم وعلى لايكاتكم وعلى تفاعلكم على الفيديو. ربنا يجازيكم كل خير ويكبر بخاطركم جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض. ويخليكم ليا كده حبايب قلبي، انتوا فرقتوا معايا جدا جدا. انتوا مش مجرد متابعين معايا والله العظيم، ربنا وحده عالم. انتوا اخواتي واصحابي. ويا ريت بقى كل اللي معايا في القناه كده يكتبوا لي هم بيتابعوني منين بالظبط، عشان انزل كده ارحب بيكم في الكومنتات. وتكتبوا لي كده اساميكم عشان انا بحب اعرف كل اخت فيكم اسمها ايه، احس ان هي قدامي بجد، احس ان انا شايفاها قدام عينيا. ولو في اي حاجه في فيديوهاتي مش عاجباكم يا ريت تقولوا لي، انا بتقبل يا بنات والله اي كلمه منكم اتقبلها وعلى راسي من فوق. ويا ريت بقى كده تكتبوا لي في الكومنتات فيديوهاتي بتعجبكم، محتاجين محتوى يعني حاجه تانية اعملها لكم باذن الله. بس ربنا يقدرني كده وربنا يشفيني يا رب، وباذن الله اعمل لكم فيديوهات قويه جدا بأمر الله. وانا طبعا مش اشطر منكم ولا حاجه، كلنا ستات بيوت شاطرين، كلنا ما شاء الله عارفين مسؤوليه بيتنا، عارفين احنا ورانا ايه. بس احنا بس بنشجع بعض، احنا مش مجرد حاجه غير ان احنا بنشجع بعض يا بنات. يعني انت بتشوفيني بتتشجعي، انا بفتح الكاميرا ساعه ما بحس ان انتوا قدامي كده، بحس ان انتوا بجد شايفيني مباشر كده، بحس ان انا متشجعه. الحته بقى اللي جنب اللي بين الحمام وبين الاوضه بتاعه البنات دي كانت مليانه اتساخ برضو يا بنات، كانت محتاجه انها تتعمل بصراحه. مسكت بقى كده الاسبونشه بتاعتي وعملتها وخليتها زي الفل، خليتها بصوا شمعه كده منوره. انا عايزه اقولك ان انت ممكن تبقي قاعده مكسله، قاعده هبطانه كده ومش قادره تقومي تعملي حاجه، سمي الله وقومي وحطي ايدك في اي حاجه، اي حاجه ان شاء الله حتى لو قليله. صدقيني صدقيني هتلاقي عندك حماس وهتلاقي عندك طاقه، وهتحبي ان انت تكملي وتشوفي ايه اللي محتاج يتعمل وهتعمليه. انت بس كده انكشي نفسك باي حاجه قدامك، اي حاجه كده انكشي نفسك بيها، وبامر الله باذن الله ربنا هيعينك على بقيه بقى يومك وبقيه حاجتك. كانت اختي بقى لسه واقفه جنبي اهي، كانت لسه ما مشيتش يا بنات، ربنا يا رب يخليها ليا ويخلي لكم حبايبكم كده ومش يحرمكم منهم ابدا، اللهم امين. ما عنديش غير اختي الكبيره دي، واختي تانية لسه صغيره عندها تقريبا 12 سنه او 13 سنه. بس انا واختي دي قريبين من بعض جدا. ربنا يا رب كده يصلح حالها واحوالها ويخلي لها اولادها يا رب، اللهم امين. المقطع ده برضو كان يوم الجمعه يا بنات، كان الحوض معايا كده متسخ، العيال بقى بينزلوا يوسخوا رجليهم ويخشوا يرفعوا رجليهم كده على الحوض يغسلوها، لان انا طبعا في مكان ارياف زي ما انتم عارفين، فالارضيه بتاعته ترابه ترابه جامده. مجرد ما عيال اختي كانوا بينزلوا كانوا بيبهدلوا رجليهم، فكانوا اللي هو ايه يخشوا بقى يرفعوها كده على الحوض يغسلوها.
فطبعا الحوض بتاعي ما كانش نظيف خالص، فانا قلت ايه، هغسل بس كده الحوض وهغسل القعده لغايه بقى ايه بعد بقى ما افرش الصاله واظبطها اللي هو تاني يوم اللي هو كان السبت. وبعدها بقى ايه ابقى اغسل بقى الحمام غسله كده ايه من ابوها، غسله كده فاخر من الاخر. خلصت بقى كده غسلت الحوض وشطفته. كان معايا بقى كده كام بنطلون بتاعت حموده. اما بيجي ينزل يلعب تحت كده قدام نينتو قدام الباب عندنا، بيبقى الهدوم بتاع البناطيل بتاعته كده بتتعص تراب. فانا ما بحبش احطها في الغساله مع الهدوم بتاعتنا بصراحه. فبحب ان انا ايه امسكها كده اغسلهم على ايدي على الحوض. بيبقى معايا صابونه بيضه او حبه اوكسي واقف كده اعملهم كده على ايدي. لان طبعا الطين والتراب والحاجات دي ما برشحش بصراحه ان انا احطه ايه في الغساله وكده. فبغسله كده على ايدي غسله حلوه وبقوم جايه منشفاه في المنشفه ونشراه. لان طبعا هو بيبهدل عندي هدوم كتير. فانا بحب البناطيل بتاعته اللي هو بيبقى يلعب بيهم. اغسلهم كده على ايدي يا بنات زي ما انتم شايفين. فطبعا غسلت الحوض الاول كده ومسكت بقى كام بنطلون بتاعته دول والشورتين دول. غسلتهم كده وبعد بقى ما اغسلهم هعيد على الحوض تاني اغسله مره كمان بالاسبونشه كده وامشي عليه. ما حبيتش اطول معاكم الفيديو، حبيته كده فيديو يكون خفيف ويكون كده خفيف على قلوبكم، ما تزهقوش مني عشان خاطر نزلت لكم كده تقريبا فيديوهين ورا بعض كانوا طوال وكنت زعلانه والله. عشان حبايب قلبي ما يزهقوش كده مني بقى ويجروا الفيديو كده. عايزه كده اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ربنا يا رب كده يخليكم ليا ويكبر بخاطركم ويطبطب على قلوبكم بحق كل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي وبتكبر بخاطري وبتطبطب على قلبي. ربنا يا رب يجازيكم كل خير. بجد بجد انتوا مش مجرد متابعين بالنسبه لي، انتوا اخواتي وحبايبي. مش عارفه ام مسلم حبيبه قلبي ما بتعلقليش ليه، وماجده حبيبه قلبي ربنا يا رب كده يكون المنع خير عندهم ويسترها عليهم يا رب. وام امير حبيبه قلبي في ناس معينين كده، وام يوسف حبيبتي كان بقالها فتره مش بتعلق لي، علقت لي امبارح على الفيديو اللي انا كنت منزلاه. ربنا يا رب كده يسترها عليكم ويسترها معانا، ويا رب كده ما يقدر عليكم باي خبر وحش او اي حاجه، ويبعد عنكم العايه ويبعد عنكم اي حاجه وحشه يا رب، ويبعد عننا وعنكم فواجع الاقدار يا رب اللهم امين. قولي امين بقى يا قلب اختك يا رب كده. لو انت معايا لغايه دلوقتي في الفيديو مش تنسي بقى كده اللايك لاختك دعما ليا عشان خاطر استمر كده معاكم في القناه وانزل لكم فيديوهات احسن واحسن بامر الله. لو قناتي بتعجبكم بقى يا بنات اكتبوا لي كده في الكومنتات عشان خاطر احس ان انا محتوايا بيفيد حبايب قلبي وبيفرق معاكم. ده بقى يا بنات كده احنا بقينا في يوم السبت، يعني الحته دي بقى كده كنا امبارح بعد ما خلصت معاكم الفيديو بتاع الغرف وكده، وكنت بقى نزلت معاكم الفيديو واطمنت ان الفيديو خلص خلاص. كنا تقريبا بعد العصر تمام. جبت بقى كده الجردل بتاعي حطيت فيه شويه معطر وشويه اللهم صل على النبي اسمه ايه يا بنات، نسيت اسمه والله. المهم وجبت كده الجردل بتاعي وقلت بقى ايه اما امسك بقى كده الارض اطهرها كده والمعها. انا كنت طبعا قبلها بيوم مسحها برضو، بس قلت هعيد عليها كده مكان ما احنا كنا قاعدين يعني عشان خاطر الدنيا كده تبقى نظيفه وزي الفل معانا. لمعت بقى كده الارضيه همسحها كده مسح حلو وكانت الاوض بقى معايا زي الفل. كنت انا طبعا عاملاها معاكم الفيديو اللي هو قبل ده. انا قلت اخد الجزء ده كده الاول وبعد كده اخش على الجزء التاني اللي هو الناحيه التانيه. الحمد لله الاستاذ كان المفروض ان هو يجي امبارح ما جاش، انا بحمد ربنا ان هو ما جاش، بس هو 100% ان هو يجي النهارده. فانا هخلص برضو معاكم الفيديو ده هسجله وربنا يعيني كده ويقويني اخش على الجزء اللي هناك. ادعوا لي بس كده حبايب قلبي ربنا يعيني ويقويني ويعينكم ويقويكم على حالكم يا رب اللهم امين. ويرزق كده ازواجكم بارزاقكم وبارزاق عيالكم وينجح لكم اولادكم يا رب وتشوفوهم كده احسن ما انتم بتتمنوا اللهم امين يا رب العالمين. وبجد انتوا شرفتوني ونورتوني، وحبايب قلبي اللي معايا الجداد في القناه شرفتوني ونورتوني، وجودكم كالعاده على راسي من فوق. وكل حبايب قلبي اللي معايا في القناه من يوم ما فتحت وبيدعموني دايما وبيحفزوني، بجد انا بتشكركم في الله. وجودكم معايا اكبر دعم ليا في القناه. ربنا يجازيكم كل خير على كل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي. وحبايب قلبي اللي بيكملوا الاعلانات عشان خاطري وعشان خاطر يدعموا قناتي، بجد انا مهما اقول لكم مش هوفي حقكم. بجد الف شكر، ربنا يا رب يحقق لكم كده كل حاجه انتوا بتتمنوها واكتر وزياده اللهم امين يا رب العالمين. مش عارفه كده حاسه كده ان الدور ده داخل عليا، ربنا يسترها يا رب. خلي بالكم كده من اولادكم، خلي بالكم يا بنات من المراوح اليومين دول لان الجو ما عادش كده زي الاول، بيجي كده ايه قرب الفجر كده وبيسقع. فخلي بالكم كده ربنا يسترها عليكم يا رب وعلى اولادكم ويبعد عنكم اي شر واي مكروب اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى من الشباك كنا خلاص بعد العصر كنا قربات المغرب، قلت بقى كده ايه مقفل كده ضرفه الشباك عشان خاطر بقى في دبانه في اي حاجه كده تخرج. ولميت الستاره بتاعتي وهرص بقى المساند اللي تحت كده، ما حبيتش اطول معاكم الفيديو. رصيتها كده انا وفروحه، كانت سلمى بنتي بتكتب الواجب الناحيه التانية.
فقلت لها يا بابا اكتبي انت الواجب وانا وفرح ايه هنعملهم كده. رصيت بقى كده المساند كلها، والسجاده كانت نظيفه وزي الفل، والكفرات بتاعتي انا كنت غسلاها وكانت زي الفل. وكانت بقى ريحه الصلاه ايه يا بنات، ريحتها كلها كده نظافه بصراحه. النظافه جميله يا بنات. ربنا يا رب كده يديكوا الصحه ويدينا الصحه ونفضل ننظف بيتنا، وربنا ما يحوجناش غير ليه، يا رب ما يحوجنا غير ليه. لان بجد الحوجه للناس صعبه بجد. ربنا كده يا رب يدينا الصحة ويدينا العافية، ونفضل كده نخدم بيوتنا ونخدم أولادنا ونخدم أزواجنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ويجازيكم كل خير على كل كلمة حلوة انتوا بتكتبوها لي حبايب قلبي. وانا اسفة بقى يا حبايب قلبي لو الفيديوهين اللي فاتوا دول كده كانوا طوال عليكم، والله عملتهم على قد ما اقدر. فجيت بقى ايه، قلت ابعت لكم كده اخلص كده الفيديو ده يبقى خفيف كده. كنت عايزه اضيف معاه كمان الحمام، بس قلت لا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، مش كل يوم كده اعمل لكم فيديو طويل، عشان حبايب قلبي كده يفضلوا ايه، حابيني كده وافضل خفيفه على قلبهم. إيه خلصت بقى عملت كده الكفرات، وهرص بقى كده المساند اللي فوق. كانت القعده بتاعتي بصراحه كنت محتاجه اغسلها، بس قلت ايه هي نظيفه، لان كتر الغسيل في الحاجات دي يا بنات بتنحل، كتر الغسيل في الحاجات دي بتبوظ. فطالما حاجتك مش مستدعيه انها تتغسل ما تفضليش تغسلي فيها، سيبيها كده لحد ما تبقى متسخه مثلا معاكي حاجه بسيطه كده وباغسلي. الحاجه فرح بقى كانت لابسه الجلابيه كده، وكانت لابسه الخمار عليها، وكانت بتساعدني. ربنا يا رب يخليها لي كده ويخلي لكم اولادكم ويحفظهم لكم يا رب. كانت عايزه بقى تلبس عبايه زي كده وطرحه، فجابت كده الطاقيه دي لبستها، ولبست عليها العبايه اللي باباها مفصلها لها دي، وكانت بقى بتساعدني كده في الصاله. ربنا يا رب كده يكبر بخاطركم، ويا رب كده الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم. ولو كان خفيف عليكم وعجبكم يا بنات مش تنسوني كده باللايك والاشتراك في القناه. وكده بقى الصاله بتاعتي بقت زي الفل، واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله. يلا يا حبايب قلبي مع الف سلامه.